السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أطلس ليونز. أطلس ليونز قناتكم الكروية. اليوم كما العادة عندنا الأخبار على الكرة المغربية بطبيعة الحال. غنهضروا على استضافة كأس العالم 2026 اللي كان يقدر يستضيفوا المغرب، فمرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم في الانترو غنهضروا اليوم على كاس العالم 2026. ما بقى الا القليل على كاس العالم 2022 اللي غتكون في قطر. نورمالمون حنا في شهر 6، هذا الشهر هذا هو اللي كيتلعب فيه كاس العالم لاول مره في التاريخ، وكنظن اخر مره في التاريخ غيكون كاس العالم مبدل التوقيت ديالو، تبدل على حسب يعني في قطر الحراره حاليا هنايا في برشلونه اليوم عندنا 42 الى 45 درجه، فما كنتخيلش درجه الحراره في قطر او في البلدان اللي فيها نتوما. فكتبوا لنا في الكومنتار درجه الحراره بلادكم. وقبل ما نكملوا في الفيديوز بغيت نقول لكم اتكيو على اللايك على الفيديو، اشتركوا معنا في القناه وبارطاجيو. فغندخلوا نيشان في الموضوع. غنهضروا اليوم على كاس العالم 2026 كما قلنا. تذكروا بان المغرب كان بغى ينظم هذا كاس العالم، والصراحه خرج واحد الخبر للفيفا البارح اللي يشرحونا كاس العالم 2026 فوقاش غيبدا. كما قلت لكم قبل، نورمالمون في شهر 6 كيكون دائما كاس العالم الا هذا العام هذايا. ففي 2026 في شهر 6 يكون كاس العالم. شرحونا لي ستاد فين مفرقين من مدينه، شرحونا تقريبا كلشي، شفنا التصاور، والصراحه جاتني الحشومه. قلت الحمد لله المغرب ما استضافش هذا كاس العالم، لان ما تقدرش تقارن المغرب يعني بالملاعب ديالو والوطيله ديالو، يعني داكشي اللي كتحتاج كامل باش تستضيف كاس العالم، مقارنه مع الولايات المتحده. واذا ما كانتش الولايات المتحده بوحديتها كافيه، فزيد كندا وزيد المكسيك، فعاد تكون كاس العالم النسخه هذه 2026 ان شاء الله ثلاثيه. فالصراحه مزيان. ما يعني انا كمغربي تجيني الغير على بلادي، كنفضل يكون كاس العالم في المغرب، ولكن كاس العالم يعني كيكون العالم كامل كيتفرج له، فخصك تعطي واحد الصوره مزيانه. فان شاء الله المغرب يكون عنده واحد الفرصه ان شاء الله مع اسبانيا والبرتغال، باقي لها الفرص. فهادو ما هما لي ستاد اللي وراونا الفيفا، موقع الفيفا ورانا البارح هاد لي ستاد، وغنشوفوا بواحد هاد لي ستاد في جاو في يعني شمن مدينه من دوله، فالبلاصه ديالهم بالضبط هي هذه. كما قلت سيكون كاس العالم بقطر شهر نوفمبر ودجنبر. كنذكركم مره اخرى اخر نسخه تجرى ب 32 منتخب، هذه نقطه مهمه جدا. اذا غيقفز هذا العدد من 32 الى 48 فريق. هذه مهمه، يعني ديك المنتخبات اللي صغيره اللي كتبقى في الطريق كمثلا الجزائر او مصر او نيجيريا، او كنظن غانا فازت على نيجيريا، يعني كاين بقات الكونغو، بقات مالي. ديك الفرق اللي ما كانتش عندها الفرصه هذا العام يقدر تكون عندهم الفرصه العام اللي ماجين. هاد 48 فريق غتوزع بالطريقه التاليه. اوروبا غيكون عندها 16 منتخب، افريقيا غيتاهلوا 9، واحد غيلعب الباراج، اسيا كتاهل من 8، امريكا الجنوبيه كتاهلوا من 6، يعني 4 اللي ما يمشيوش. امريكا الجنوبيه كامله فيها السد يعني 10 الفرق. امريكا الشماليه اذا دابا كتعطي 4 تعطي 6، واقيانوسيا تعطي 1، يعني ديك نيوزيلاند اللي كيلعب الباراج فغيدوز نيشان، وغيبقى واحد اخر كيلعب الباراج. وايضا غيتلعب في 16 ملعب. الصراحه الفرق اللي كاين هذا العام هذايا هو قطر دوله صغيره، ففي نفس اليوم غيكونوا كاين 4 مباريات، وفي نهار واحد تقدر تنتقل من ملعب. اما الولايات المتحده وكندا والمكسيك فراهم قاره، راه باش تفرج المباراه في كندا وتفرج المباراه اخرى في المكسيك فراه خصك نهار الطريق. هذه النقطه الصراحه اللي انا ما عجبانيش. كما قلت لكم غيتفرقوا على 16 فرقه، و11 غتكون في امريكا، يعني الولايات المتحده امريكا، 3 غتكون في المكسيك، وجوج غيكونوا في كندا. في كندا غيكون في مدينه
ادمونتون وفانكوفر. في المكسيك غيكون في مونتري وغواتالخارا ومكسيكو. والولايات المتحدة يعني دولة كبيرة، غيكونوا العديد من الملاعب، العديد من المدن، دنفر، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، ناشفيل، أتلانتا، أورلاندو، ميامي، واشنطن دي سي، فيلادلفيا، سنسناتي، نيو جيرسي، تورونتو وبوسطن. فملاعب كثيرة كما قلت لكم. يعني انا قلت لكم المشكل اللي كنشوف، يعني امريكا معروفه بالاستاد كبارين، ولكن المشكل انا اللي كيجيني هو هذا البعد بزاف. النقطه اللي مزيانه هي يكون الفروق اكثر، ولكن هذا البعد صراحه ما عجبنيش. وايضا امريكا غتكون يعني بطبيعه الحال منظمه احسن، البنيه احسن. اخر مونديال كنظن داز في الولايات المتحده كان في عام 94. فيعني غيكون مره ثانيه اللي غتكون عنده الفرصه ينظم كاس العالم، ولكن هذه الفرصه يقدر يلعب، يقدر يكون عنده واحد المنتخب قوي. وان شاء الله غنعدل واحد الفيديو اخر على تشكيله المنتخب الوطني ديالنا. اذا كيعجبكم الفيديوز ديال التشكيلات فغنعدل التشكيله المتوقعه لكاس العالم 2026. فهنا نشوفوا عم قندوزكم فوتوز يعني لي ستاد. يعني هذا الشيء مذهل صراحه. قولوا لي واش حنا عندنا في المغرب شي ملعب في هدايا؟ واش كاين شي ملعب يقدر يستضيف هذه الكميه الهائله ديال المتفرجين وديك المحيط اللي كيكون بالاستاد وديك لا زون ميكست، ديك يعني ديك بلاصه ديال المشجعين اللي كتكون واحد البلاصه افيليتي عن المشجعين، الناس اللي كيتفرجوا على برا. يعني ماشي الناس كاملين كلشي كيدخل يتفرج في المباراه. فكنظن انتهينا بالاخبار حتى هنايا الملاعب، شفنا يعني هادشي عندهم مزيان. فبغيت نذكركم باخر نهائيات كاس العالم. انا صراحه عشت كاس العالم 2022 اللي فازت بالبرازيل، كان عقل على هذيك الهدفين رونالدو ضد اوليفر كان. عقل على كاس العالم 2006 ايطاليا وفرنسا اللي كان ماتيراتزي ضرب بالراس زيدان. 2010 اللي فازت اسبانيا على هولندا، عشت بواحد الطريقه سبيسيال لان كنت عايش هنا في اسبانيا وشفت المباراه يعني على شاشه مكبره في الشارع، يعني الشارع كامل كان على برا. 2014 هذا المونديال هذا اللي كنت كنتمنى الارجنتين تفوز، ضيع ايغوايين ديك الهدف وفريق ميسي ما قدرش يفوز بكاس العالم، سجل الهدف ماريو غوتزي. واخر مونديال اللي كيبان بحال اللي كان العام اللي فات، الوقت كيطير، اللي كانت فازت فرنسا على كرواتيا. وهذا بصراحه كفرجه كمتعه بالنسبه لي كان احسن كاس العالم. فقولوا لي في لي كومنتير في هذا العام 2022 ان شاء الله نسخه في قطر، شكون اللي غيكون النهائي وشكون اللي كتوقع يكون هو الفائز. نذكركم زعما بجميع الابطال اللي عندهم اكثر بطولات حاليا هما الاوروغواي، البرازيل والارجنتين، ومراهم كاين ايطاليا، المانيا، انجلترا، فرنسا واسبانيا اللي عندها واحد كاس العالم. نمر الى اخبار الكره المغربيه المنتخب الوطني ديالنا. فكل شاف كنظن هذا الخبر هذا درومانسيس، بغيت نوريكم على لي فوتو اوفيسيال درومانسيس اللي سجل يعني دخل مع بسيكتاس. هذا الاستاد انا كنت فيه شخصيا، الاستاد واعر صراحه، عندي فوتوز فيديوز فيه. الزياره ديالي لتركيا دخلت الاستاد وكان من الداخل مشدود ما تقدرش تشوفه. فكان معايا واحد وكيل اعمال اللي كنت تعرفت عليه، كان واحد كولومبي، تعرفنا وقدرنا ندخل لداخل الاستاد وصورنا الاستاد وشفناه من الداخل. كانت ديك اللحظه تركيا كان نعملوا فيها ديك الانفجارات في ديك الساعه، وكان عندهم ديك الشيء ممنوع ما تقدرش تشوف. فلاعب واحد هرب من بريمير ليغ، ولاعب اخر ان شاء الله غيجي هو نايف اغريد، اللي هذه الصفقه هذه تقريبا كاينه 99.99% فقط ناقص تكون رسميه، يعني فقط ناقص يخرج اللاعب في التلفازه، يعني كيوري التيشيرت ديالو. ايضا كاين واحد الخبر اخر هو محمد علي شو، هذا اللي غيكون مهاجم المستقبل فريق الريال سوسيداد. اختار واحد الطريق مزيانه في الليغا الاسبانيه اللي قدر يتطور فيها بزاف، والريال سوسيداد واحد الفريق
اللي دائما كينافس الفرق الكبرى، واللي انا كنظن مستقبلا غيكون كيلعب تشامبيونز ليغ، لانه واحد الفريق بصراحه اللي كيعجبني من بعد برشلونه، هو الفريق اللي كيعجبني هنا في اسبانيا، اللي كيشري لاعبين صغار وكيعملوا واحد الاداء رائع. فكنتمنى محمد علي شو مستقبل ان شاء الله رائع مع المنتخب هذايا. وكاين خبر بان كاين الجامعه كتفاوض مع هذا اللاعب هذا، لان عنده واحد الانتريس يجي يريبريزنت المنتخب الوطني ديالنا. وغنسالوا الاخبار ديالنا بخبر سليم املاح، اللي جينوا الايطالي متهم بالخدمه ديالو. جينوا الايطالي اللي باغي الضمو، فانا كنظن بان ستاندرد ليج فريق احسن من جينوفا الايطالي، فنتمنى له يعني ديكشي اللي بغاه هو الصراحه. يعني اذا بدل ولا بقى في جينوف بالنسبه لي نفس الشيء. فالدوري الايطالي يعني درجه اكثر، ولكن ستاندرد ليج يعني واحد الفريق اللي مسانس كيلعب في اوروبا ليغ تشامبيونز ليغ، فكنتمناو له الخير ان شاء الله. نتمنىكم تكونوا وصلتوا معنا حتى هنايا. اذا كنتوا وصلتوا معنا حتى هنايا وعجبكم الفيديو، فتكونوا من فضلكم على اللايك، ديك اللايك اللي ما كتخسر عليه والو، مهم بزاف ليلي. تكي على اللايك ماشي شي حاجه صعيبه، وتكي على بارطاجي حتى هي ماشي صعيبه. واذا عجبك الفيديو بزاف فبارطاجيه. فاخواني اخواتي شكرا على حسن المتابعه، ونشوفكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم.